عمرك في يوم من الأيام حسيت إن حياتك واقفة، إن كل الأبواب مقفولة، إنك بتجري وتتعب وتعمل اللي عليك وزيادة، بس مفيش أي حاجة ماشية صح؟ تحس إن في قوة خفية، كأنك متكتف وحالك واقف. كتير مننا بيوصل للمرحلة دي وبيبدأ يسأل نفسه السؤال اللي بيخوف وبيحير في نفس الوقت: هو أنا فعلا مسحور؟ أو ده يكون حسد؟ أو في حد عامل لي عمل؟ السؤال ده بيجي في دماغنا لما بنشوف الدنيا بتتقفل في وشنا، لما بنحس اننا بنعافر لوحدنا في بحر من المشاكل اللي ملهاش اخر. الشعور ده يا سيدي الفاضل شعور صعب ومحبط، وممكن يخلي الواحد يفقد الامل في كل حاجة. بس هل ده فعلا سحر، ولا الموضوع اكبر من كده بكتير؟ هل في تفسيرات تانية ممكن تكون اقرب للواقع والعقل؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في موضوعنا النهاردة. وهنفتح ملف السحر والحسد ده، بس مش بالاسلوب اللي متعودين عليه. هناخد الموضوع بالعقل وبالمنطق، ونعرف ان كنا فعلا مسحورين ولا في حاجة تانية.